ازيكم يا شباب؟ عاملين النهارده معاكم في فيديو جديد. تخيل معايا انك سايب التكييف شغال على اعلى درجه بروده، وتخيل بقى انك عايش في مكان البروده فيه مش مجرد احساس، ده اسلوب حياه. النهارده هنتكلم عن ابرد مكان على وجه الارض، مكان درجه حرارته بتنزل لارقام مش طبيعيه، قضيت فيه وقت طويل من غير حمايه هتتجمد في ثواني. استعد لاننا داخلين على قطب متجمد الحقيقي. اول حاجه هتيجي في دماغك لما تفكر في مكان برد ايه؟ هي قطب الشمال. بس الحقيقه ان ابرد مكان مش القطب الشمالي. العلماء قدروا يسجلوا ابرد درجه حراره على وجه الارض في مكان اسمه هضبه القطب الجنوبي في انتاركتيكا، بالتحديد عند محطه ابحاث روسيا اسمها روستوك. الرقم القياسي اللي اتسجل هناك رقم هيخليك تسقع مجرد انك تشوف سالب 128.6، يعني حوالي سالب 89.2 درجة مئوية. ده رقم يخليك تحس ان تلاجتك مجرد شواية. في أماكن معزولة عن القطب الجنوبي ممكن توصل لسالب 100 درجة مئوية. والسؤال هنا، هل في ناس بتعيش في الأماكن دي؟ الحقيقة إن مفيش حياة دايمة هناك، بس في علماء بيقضوا شهور في محطات الأبحاث عشان يدرسوا الطقس والتغيرات المناخية. لكن عشان تقدر تعيش هناك حتى لو لفترة قصيرة محتاج تستعد بشكل غير طبيعي. مجرد إنك تخرج من غير لبس مناسب كام ثانية ممكن يسبب لتجمد الأنسجة عندك. ممكن الدم في عروقك يبدأ يتجمد. الهواء هناك بارد جدا لدرجة انك لو نفخت الهواء بتاعك بيتحول لبلورات جلدية في الهواء. ده اللي حصل فعلا مع العلماء، لدرجة ان هم لبسوا قوس عشان يدفوا الهواء اللي هم بيتنفسوه. انتاركتيكا مش مجرد المكان الوحيد اللي بيعاني من البرد الجامد، في اماكن تانية كتير سجلت درجات مش طبيعية. الدرجة هناك بتنزل لسالب 68 درجة مئوية، اقل برودة من القطب الجنوبي. قرية اونياكون في روسيا تعتبر اكتر منطقة برد فيها بشر. الحرارة وصلت فيها لسالب 67.7 درجة مئوية. رغم كده الناس هناك عايشين حياتهم عادي، بيشربوا شاي سخن طول الوقت، والعربيات بيسيبوا الموتور بتاعها شغال طول الوقت عشان ما تتجمدش. في الجرينلاند، في مناطق في شمال الجرينلاند الحرارة هناك بتنزل لسالب 60 درجة مئوية، ودي أكتر أماكن معزولة على الكوكب. طب إيه هي الكائنات اللي قدرت تعيش في الأماكن دي؟ أول حيوان معانا البطريق الإمبراطوري، من أشهر سكان القطب الجنوبي، بيقدر يتحمل درجات حرارة تحت سالب 60 درجة مئوية بسبب طبقة الدهون والريش واللعاب. البطاريق بتتجمع مع بعض في حتة كبيرة عشان يحافظوا على درجة الحرارة بتاعت جسمهم، بحيث اللي بره يدخلوا جوه يتدفوا. لكن في الجنب التاني بقى في القطب الشمالي عندنا ملك التجمد الحقيقي، الدب القطبي. فرو الابيض مش بس للتمويه لكن بيحتفظ بالحراره، وعنده دهون سميكه جدا بتحميه من البرد حتى لما بيغطس في الميه المتجمده. طب الذئب القطبي واحد من اشرس الحيوانات اللي بتعيش في جرينلاند وكندا، عنده فرو سميك جدا بيحميه من البرد، وبيعرف يتعود على التلج بسهوله، وكمان رجليه طويله عشان بتحميه من التلج وهو ماشي عليه. انت عارف ان في حاجه اسمها السمك المتجمد؟ في انواع من الاسماك في القطب الجنوبي عندها بروتين خاص في دمها بيبقى شغال زي مضاد للتجمد، بمعنى ان دمها ما بيتجمدش حتى لو كل حاجه حواليها متجمده. طب ازاي البرد ده بيأثر علينا احنا كبشر؟ البرد الشديد ممكن يعمل تأثيرات غريبة على الجسم، وكأن جسمك بيقولك نام قبل ما تحس بالساعة اللي هتحصل لك. وكمان الصوت بيتغير في درجة الحرارة المنخفضة، لأن الهواء البارد بيخلي الموجات الصوتية بتتحرك أسرع. طب ازاي في بشر بينجوا من الأماكن الساقعة دي؟ الناس اللي عايشة في الأماكن دي عندها طرق عبقرية إن هي تعيش هنا. بيستخدموا كذا طبقة من اللبس، بياكلوا أكل سعراته الحرارية عالية جدا بطريقة غريبة عشان الجسم يفضل دافي طول الوقت. ميلمسوش أي حاجة حديد في ايديهم، لو لمستها انت ايدك هتلزق في الحديد. طب ايه هو مستقبل العيشه في الاماكن دي؟ مع التغيرات المناخيه الاماكن دي بتتغير، وفي مخاوف ان القطبين يسيحوا في المستقبل. العلماء بيحاولوا يدرسوا ده على الحياه البريه والبشر، لان التلج ده لو ساح هيخلي الميه تزيد. يعني الحياه في جليد مش مستحيل، بس بتبقى تحدي يومي للكائنات والبشر. السؤال ليك، تخيل انك ممكن تعيش في مكان زي ده ساعه واحده، تقدر؟ لو مضطر انك تعيش هناك ايه ممكن تعمله؟ متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس.